بصوا يا جماعة، أنا مش عايز أقول كلام متكرر. قطاع المقاولات وشركات المقاولات من أهم العناصر الموجودة في المنظومة. مفيش مطور في مصر إلا شريك معاه شركات مقاولات، مفيش مستثمر في مصر إلا لما يكون شريك معاه شركات مقاولات، مفيش الحكومات حتى لما تيجي تعمل مشروعاتها شريك أساسي معاها شركات المقاولات. أنت حضرتك لما تيجي تبني بيتك ولا تعمل عمارتك ولا تعمل شقتك ولا فيلتك ولا أي حاجة ليك، لازم تستعين بشركات المقاولات. شركات المقاولات عنصر اساسي في هذه المنظومه. حتى النهارده المصنعين والتجار والمصانع الموجوده، اذا كان حديد ولا اسمنت ولا طوب ولا المونيوم ولا اي قطاعات موجوده في قطاع التشييد البناء، كل الخامات دي مش هتعرف تبيعها الا لشركات المقاولات. يعني النهارده لو انا ما خدتش المنتج ده، سيادتك هتتصور جنبه ويبقى في ازمه، وهتحدث معاك ازمه كبيره جدا في قطاع تصنيع. يعني الحاجه الثانيه، القطاع المصرفي. انت عندك محفظه ائتمانيه كبيره جدا موجوده لقطاع المقاولات. اعتقد المحفظه دي برضو انا النهارده لو انا ما استخدمتهاش، اعتقد بقى عندك مشكله كقطاع مصرفي. انا اهم عنصر كقطاع مقاولات، اهم عنصر في هذه المنظومه، لازم كل مؤسسات الدوله لازم ترعاه، لازم تشوف مشاكله وتحلها. مشاكل قطاع المقاولات كبيره النهارده بعد تحديد سعر الصرف وتعويم الجنيه، والنهارده بنفقد قيمه كبيره جدا من الجنيه، واستثماراتنا وراس المال العامل قل بشكل كبير جدا جدا. بيضطر ان كل التدفقات الماليه الموجوده للمشروعات اختلت، وحصل ازمه كبيره جدا في البرامج الزمنيه. واعتقد ان المشروعات كلها واغلبها ممكن تتاخر. لابد من مجلس الوزراء وكل مؤسسات الدوله لازم تقف جنبا الى جنب مع قطاع المقاولات. وان شاء الله هبلغكم، هقول لكم في الفيديو اللي جاي ايه الخطوات اللي ممكن تتعمل عشان خاطر نعدي من هذه العصره وهذه المشكله. زي ما قلت لحضراتكم، البلد بلدنا، محدش هينمي البلد دي غيرنا، محدش هيعمر البلد دي غيرنا. احنا كشركات مقاولات مصريه هنقعد نشتغل في البلد دي لاخر اخر جنيه في جيوبنا. دي بلدنا ومحدش هيعمرها غيرنا.